اللي قدامك دي مش عدسة عادية، دي العدسة الخارقة اللي هتخليك تشوف في الضلمة زي النمور والتعابين، وهتعالجك من عمى الألوان. أهلا بيكم في تكنوبيديا. تيان شو بروفيسور متخصص في علم البصريات والأعصاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين. من سنة 2019 ل 2020 بدأ يعمل تجارب على الفئران بإنه يحقن جزيئات نووية تحت شبكية العين عشان يخليهم يشوفوا الأشعة اللي تحت الحمراء، والموضوع نجح فعلا والفئران قدرت تشوف حرارة الأجسام. بس المشكلة إن الطريقة كانت جراحية وصعبة جدا ومش هتنفع مع البشر، ففكر إنه يعمل عدسة لاصقة بحيث تبقى رخيصة ومش مؤلمة وسهلة جدا على البشر، عشان في السنة دي 2025 يعلن عن اختراعه هو وفريقه لعدسات خارقة، عدسات بتوسع مجال الرؤية البشرية لحد 1600 نانومتر. يعني العدسة هتخليك تشوف في الضلمة زي النمور بالليل، وترصد حرارة الأجسام زي التعابين، وتشوف إشارات متكودة بالأشعة تحت الحمراء زي شفرة مورس اللي مش بتبان للعين العادية. غير إنها مش بتحتاج لبطارية ولا أي مصادر طاقة، لأنها مزروعة بجزيئات نووية صغيرة جدا، والجزيئات دي بتاخد الأشعة تحت الحمراء اللي جاية من بره اللي هي موجودة حوالينا طول الوقت وتمتصها، وبعد كده تحول الأشعة دي لطول موجي تاني مرئي للعين، يعني تحولها لألوان زي الأحمر والأخضر والأزرق.